السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. الكلام النهارده عن الشوامل، وده أكتر سؤال عمال يتكرر في الكومنتات. نحل ايه شوامل؟ نبدأ امتى شوامل؟ 15/4، 1/5، 15/6، يوم الامتحان والكلام من ده كله بيتسأل ليه؟ علشان المدرسين كلهم حطوا خطة الشوامل في دماغهم. الأول ما كانش حد بيحط خطة الشوامل في دماغهم غير لما يخلص 6 أسابيع، فكان بيقعد أسبوعين مثلا يحل شوامل وكان كله زي الفل. فعشان كده ما كانش حد بيسأل في السنين اللي فاتت. فأنت جاي تقول لي دلوقتي أبدأ دلوقتي مثلا احنا دلوقتي 20/4، ولا تبدأ 1/5، ولا تبدأ 15/5، ولا تبدأ يوم الامتحان؟ هقول لك ده كلها بمزاجك انت. اصل انت كده كده لو جبت كتاب لازم تخلص، لازم تحل الشمال بتاعته. مش هتخلصه، لا لازم تحل الشمال بتاعته. بدأت 15/4 هتحل في كل مادة 30 شامل. ده بالنسبة اللي هو اللي أنا بقوله. بدأت 1/5، أنا برضه عايزك تحل 30 شامل في كل مادة. بدأت يوم 15/6 هتحل 30 شامل في كل مادة. 30 شامل في كل مادة دول مقسومين ازاي؟ ال10 بتوع الوزارة اللي هم الاسترشادي دول أهم حاجة، أو دول أهم حاجة. وامتحان ثانوية عامة 25 دول أول ودور تاني، عشان الدور التاني ما بيكونش نزل في الكتب بتاع أول السنة، بيكون لسه محطوط في كتب المراجعات، فأنت ما تكونش بصيت على معظمه. ولو المدرس حب يتفزلك عليك شوية في الامتحانات بتاعته وفي سؤال صعب في الامتحان فبيحطه. ده اللي بيحصل في اللي هو الدور التاني من 25. والدور الاول تمام في ناس بتحط وناس لا، فانا بقول لك دول اهم حاجه لازم يتحلوا. كده انت معاك 12 امتحان شامل في كل ماده لازم يتحلوا. تيجي تقول لي طب اسئله الوزاره اللي هي بتاعت 2023 2021 الاستشهاد بتاع الكتب دي اللي هو بتاع السنين دي كلها، انت حللهم في كتب الاسئله اللي هو كتاب الاسئله الاساسيه وسط الاسئله، ورجعت حليتهم تاني في اخر بعد كل فصل اللي بيقول لك ايه اسئله وردت في امتحان السنين السابقه على الفصل ده. كده انت حليتهم مرتين. والكتب بتاعه المراجعه الاسئله نفسها بتكون مبنيه على نفس الافكار دي، فانت هرستها. كده انت حليتهم يعتبر 3 مرات. عايز تحلهم رابع مره وانت معاك وقت فاضي حلهم، مش هقول لك لا. يعني انا مش هقول لك لا، بس انا اقول لك دول اهم حاجه تحلهم. فاضل كده معانا 18 او 20 امتحان شامل. 18 او ال 20 دول بقى هتجيبهم منين؟ يا هتجي تشتري، شوف الكتاب الخارجي اللي انت جايبه هتلاقي فيه مثلا بتاع 12 امتحان شامل او 15 هو جايبهم مع الامتحانات بتاعة الوزارة. عايز تستكفي كده تمام 25 امتحان فزي الفل. عايز تنزل كتاب PDF تحلك منه 5 6 شوامل خارجي زي الفل. مش عايز تحل براحتك زي الفل، كله زي الفل. بس هتيجي تقول لي هنا طب انا ما كنتش بحل اسئله الوزاره اللي هي موجوده بقى في نهاية في كل فصل، ولا كنت بحل أصلا من أول السنة. فأنت بقى إيه؟ مش وراك حاجة، مالكش دعوة بالكتب الخارجية. الكتب الخارجية دي كده أنت هترميها دلوقتي، هتركز مع كتاب واحد بس تحل جزء. كل اللي عليه الشمال بقى تشوف بقى أسئلة الوزارة من 2021 لحد دلوقتي، وأسئلة الوزارة اللي نازلة 10 دلوقتي. فأنت هيبقى معاك تقريبا فوق 35 امتحان شامل. هتحل نفس 35 بس زميلك التاني اللي ما بصش اللي هو كان حل أصلا من أول السنة، فهو يعتبر هيحل ممكن أسئلة مثلا أفكارها عالية شوية عنك. يعني مثلا كتاب زي التفوق بيعلي، كتاب زي الامتحان بيبقى ماشي زي الطبيعي ده الامتحان آخر السنة. فاهم؟ كتاب مندليف، كتاب نيوتن، كتاب المعاصر، كتاب أي كتاب هتلاقيهم في كتب بتعلي شوية. كتاب بيان في العربي بيعلي خالص. يعني أنا بقول لك لما تيجي تحل امتحانات، كتاب الامتحان بتاع الشوامل في العربي، كتاب الامتحان بتاع الشوامل أفكاره كويسة بالنسبة لامتحان آخر السنة. كتاب مستر محمد صلاح نفس الكلام. امال بقى الكتاب المستوى اعلى منهم هما الاثنين كتاب بيان. تعالى بقى ناخدهم ماده ماده عشان عارف السؤال طب هنحل ايه في كل ماده والكلام من ده. العربي قلت لك في فيديو قبل كده بيان والامتحان شوامل. الجزء اللي انا حليته حليت كتاب مستر محمد صلاح بس. الانجليزي ماي نيو فريند مع مستر عبد الحميد، هو جايب لك ماي نيو فريند في كتابه وهحل لك زيتون على المعاصر تمام. اي مستر تاني شوف الكتاب الاساسي هو معتمد على ايه، المفروض يوضح لك في الفيديو زي ما مستر عبد الحميد وضح، زي ما اي حد المفروض يوضح كتاب معظمه ايه. تالت حاجه بقى الكيمياء. الكيمياء عندك بقى ايه؟ انا حليت بقى مثلا، انا حليت التفوق والوافي والامتحان التلاتة شوامل. ما جبتش مندليف ليه؟ على اساس ان كان مندليف في كتاب مستر عبد الجواد اللي قد كده بس، ولا حليت مندليف ولا حليت كتاب مستر عبد الجواد. بقول لك اللي انا حليته دلوقتي كتاب مستر عبد الجواد كويس، فانت هتجيب كتاب مستر عبد الجواد لو انت بتاخد مع مستر عبد الجواد. ولو جبته بلاش تجيب مندليف وكتاب التفوق معاه وعايز تحل الشوامل اللي فيه بس تمام.
معاك وقت وعايز تحل الجزء تمام، بس الجزء اللي كتاب مستر عبد الجواد كافي. مستر عبد الجواد كيمياء. مستر خالد صقر معرفش الصراحة كتاب مستر خالد صقر معظم أسئلته منين، فلو أنت معاك كتاب مستر خالد صقر عايز تجيب التفوق، عايز تجيب مندليف، عايز تجيب الوافي، هات أي كتاب خارجي هتحل منه شوامل وجزئي تمام. هتروح مجمع لك كده بتاع حوالي، هم تقريبا معرفش هو حاطط الأسئلة بتاعة الاسترشادي، فأنت هتكون مجمع لك بتاع 25 امتحان شامل فتمام. هتحلهم امتى؟ عايز تحل في كل يوم. انت لو تبدأ من النهارده اللي هو يوم 20 لحد مثلا امتحانات عندك 10، عندك بتاع 40 يوم، لو خدت لك في كل يوم مثلا يوم 2 يوم 3، وفي أيام هتبقى فاضية معاك اللي هم يومين أجازة هم 5 مواد، فاهم، تحل مثلا 4. والامتحان مع الوقت الامتحان مش هياخد معاك ساعة، وده اللي احنا عايزين نوصل له في آخر في امتحان ثانوية عامة، إن الامتحان إن شاء الله مش هياخد معاك ساعة ونص. أنا مش عايز أقول أرقام والله، امتحان العربي ده أكتر امتحان خد معاه وقت، خد ساعة ونص. امتحان الفيزياء خد ساعة إلا. امتحان الكيمياء كان واخد ساعة. وأهم حاجة في الامتحان تكون معاك ساعة علشان تشوف وقتك، وما تجيش دلوقتي سرحني والكلام من ده، ومالكش دعوة باللي بيحصل في اللجنة. ومراقب شتم هو بتاع، مراقب بيتخانق مع طالب، المراقب نزل يتخانق مع رئيس اللجنة، نزل يتخانق مع بتاع الدور، انت مالك؟ حط قطن في ودانك، جيب قطنتين، انا مش سامعك دلوقتي، حط قطنة في ودانك وهتحل. ولا هو هيحدد لك مستقبلك، ولا رئيس اللجنة اللي بيتخانق معاه هيديك وقت زيادة، وأما الساعة تيجي 12 لازم ياخد الورقة حتى لو بادئ الساعة 9:30. أنا بعرفلك من دلوقتي عشان إيه الكلام اللي هيحصل. فاضل معانا الفيزياء مع مستر عبد العوض، مستر محمود مجدي، مستر كريلس، الكتاب بتاعهم مع كتاب خارجي. عايز تجيب الامتحان زي الفل، قلت لك هو ماشي على الستاندرد بتاع مستوى الامتحانات. عايز تعلى شوية هات التفوق، عايز بقى تكتر نظري هات نيوتن. الأحياء الله أعلم بقى مع نفسك، مش الحاجات دي زهقنا منها. زي ما قلت لك الغرض من امتحانات الشوامل اللي انت تحلها، اللي انت داخل اللجنة انت متعود ان انت تشوف سؤال من الفصل التاني والتالت والرابع ورا بعض، بعدين تقلب اول تاني تالت، بعدين خامس سادس سابع. هي دي اللي هو حوار الامتحانات الشاملة. انت اصلا لما تحل 5 امتحانات شاملة انت تلاقي نفسك مجمع المنهج كله على بعضه، حتى لو انت ما كنتش بتحل كويس من اول السنة، حتى لو انت مش يعني ايه، مش متعود على الحل والكلام من ده. ابدأ شوامل، افتح التابلت بتاعك، حل الامتحان الشامل الأول، حل الامتحان الشامل كذا، اقعد اتفرج، هتلاقي المدرس أصلا وحل الامتحان في ساعتين وكده اضربه على 2 إكس. انت كده كده بتسمع مدرسين مقصرين على 2 إكس، ماشي؟ فمش هتيجي أنا على الحل وتسمعه على 1، لا اسمعه على 2، ولو في 3 لو انت يوتيوب بريميوم شغله على 3 إكس، تمام؟ فمشي الدنيا عشان تعود دماغك، عشان دلوقتي المدرسين كلهم او الطلاب معظمهم بقوا فاكسين الحوار، اللي هو عارفين ان لازم تضرب نفسك. فانت ده بالنسبه للشوامل والكلام من ده. تاني حاجه بقى المنحه بتاع مستر محمد صلاح، كميه الناس اللي عماله تتخانق على جروبات الفيس وعماله تنزل تيك توك جايبه 72 المنحه راحت والمنحه كذا. انا عارف ان في ناس هتهمل مذاكره بقيه المواد بسبب الكلام ده، ولا هتطول منحه، ولا هتراجع، ولا هتجيب حاجه في المجموع اخر السنه وبخلي المنحه تنفعك. وده ما رضيتش اقوله في الفيديو بتاع منحة مستر محمد صلاح علشان الناس بتقول انت بتنتقد وخلاص. انا بس كنت مستني ده يحصل، عشان اطلع اتكلم. وده حصل بالنسبه لاول امتحان، وكميه الاغضبني على البتاع وكذا وكذا وكذا. والله انا يعني مثلا كنت خليها في السر يا ابويا، نزل امتحانات شوامل من غير ما تعرف حد، وبعد كده اما تيجي اتصل انت جبت مجموع خلاص الف مبروك، ولكن ايه يا جدعان خلاص في مواد تانية. ماشي، انت لو جبت 80 في العربي انت كده جايب كام؟ 80 تمام، انت كده 25%، 75% تتصل بك، تمام؟ 30 من 60 في الفيزياء، 30 من 60 من الأحياء، مش بقى 30 من 60 في الإنجليزي. مش بفول، بس ده اللي أنا شايفه الصراحة. يعني الناس بقت مهتمية بالعربي، مهتمية جامد. اهتم بس في مواد تانية، تمام؟ اهتم بس في مواد تانية بقى بيجهزوا للشوامل بدل يوم يومين، تمام؟ لا ده كله عشان المنحة. أنا فاهم إن هي حاجة كويسة، بس ما تضيعش مواد تانية عشان العربي. بلاش تضيع المواد التانية عشان العربي. تالت حاجة، الناس بقى اللي في ليالي الامتحان انتظروا لقاء مستر محمد صلاح مع مستر خالد صقر وينزلوا فيديوهات والفيديو يجيب 300,000 مشاهدة. أنا بحذرك من دلوقتي، عشان ما أعمل الفيديو يجيب 300,000 مشاهدة انتوا مش هتلاقوني بعمل حاجة في الفيديو ولا أنا بروق عليكم والله العظيم.
عشان انتوا يعني حاسس ان مجتمع تافه الصراحة، لدرجة ان هما لقاء مستر محمد صلاح مع مستر خالد صقر، مستر عبد الجواد ومستر خالد صقر تاني يوم في الكعبة، وانتوا الناس كلها منزلة الفيس، وانتوا قاعدين تتخانقوا وهما كذا، فاهم؟ مستر محمد أيمن معلق مستر الجوهري. فانت اصلا في التمام منه، والناس كلها الحمد لله شعب بيحب واحنا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.